اللهم يا واهب الأرزاق افتح لنا أبواب رزقك ويسر لنا أمرنا. يا مساء الفل عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني جدا. بقالي فترة غايبة عنكم في الفيديوهات الطويلة دي، بس بحاول انزل لكم شورتس بحيث ان اكون متواجدة معاكم دايما، عشان كلامكم بجد بيوحشني وانتوا بتوحشوني جدا. المهم بقى، تعالوا كده عيشوا معايا روتين يوم بيت مصري عادي جدا بسيط، الحاجات اللي كلنا بنعملها في بيوتنا. عايزه اقول لكم ان انا كنت هغير كده ملايه السرير، بس بعد ما فرشت كده اول ملايه اللي هي على اليمين دي، قلت لا انا هخلي الملايه تتهوى شويه. فكنا لسه الصبح، فشلت كمان الملايه تاني وهسيب المراتب تتهوى كده حبه حلوين، وعلى اخر النهار او بعد العصر كده هفرش بقى المراتب واقفل الشباك. سبت الشبابيك كلها مفتوحة، الشقة كلها مفتوحة تتهوى براحتها. ونزلت كده كنت هجيب شوية حاجات، وانا راجعة جبت كيسين الفول دول وكيسين عجينة فلافل او طعمية ايا كان بتقولوها ايه. عايزه اقول لكم ان انا بحب دايما اخليهم في الفريزر عندي، سواء الفول او العجينه. في اي وقت عايزه اطلع منهم بطلع، بتبقى بجد حلوه جدا. لان انا ما بقتش احب ان انا اجيب الطعميه جاهزه كده من بره، بصراحه ما بقتش احبها خالص. بقليها في البيت بيكون احلى كتير. كمان عديت كده على فتح الله، جبت كيس الرز ده، كنت محتاجه كيس رز. كنت عايزه اجيب حاجات كتير، انا مش عارفه اشيل الكميه دي. فقلت اجيب كيس رز كده، ولقيت فتح الله عامل عرض كمان على البطاطس، كان عامل عرض حلو. لان كنت شايفه البطاطس بره الكيلو ب12 وب10 وكده، فهو كان عامل عليها عرض حلو. المهم جبت العرض دوت، بس عايزه اقول لكم ان هي الفرق بينها وبين بتاعت بره، ان دي تقريبا بقالها فتره فقربت تطرى. عارفين انتوا البطاطس اللي هي تكون قربت تطرى، مش اللي هي الناشفه الجديده، لا هي مش الجديده، هي بقالها فتره، فعشان كده عاملين عليها عرض. المهم بقى دخلت كده عشان اغير ملاية الاوضه دي برضو. عايزه اقول لكم ان انا بحب الفتره اللي هي بين الصيف والشتاء، بتبقى احلى فتره في السنه. مش بحب الشتاء الجامد قوي ولا الحر الصيف النار ده، بحب الجو اللي هو بين البنين ده. اي نعم في الفتره دي بتبهدل بسبب الجيوب الانفيه، بس دي احلى جو في السنه. فقلت هفرش كده ملايه بالكوفرته بتاعتها، الطقم اللي بيكون ملايه بالكوفرته. فالملايه فرشتها دي، حسيت ان هي مناسبه قوي للجو الحلو ده. على فكرة الفيديو ده متصور تقريبا من اسبوع، مش لسه مصوراه امبارح ولا النهارده، متصور كده من اسبوع. فالجو في اسكندرية على فكرة لسه في برضو شوية سقعة. هو اليومين دول، هو امبارح والنهارده اللي هو السبت والحد وكده، الجو حر جدا. بس يعني كان يوم الجمعة لا ما كانش حر. فلسه الجو مش مستقر في اسكندرية بصراحة، جو تعب جدا. ممكن يكون وقت الظهر حر جدا جدا جدا، وبالليل ساقعة قوي. فاللي هو الجو التعب ده انتوا عارفينه. فقلت كده هنتغطى بالكوفرتة، ولو في مثلا لسعة برد او الجو رجع في كلام وهيغير كده، ممكن نجيب البطانية. فالمهم كده ان انا فرشت الكوفرتة بقى كده، كنت عايزة احطها على الشكل بقى اللي هو لون الملاية. عشان الكوفرتة طبعا دي ليها شكلين، الوش دوت اللي هو لون الملاية بالخداديات بالمخدة بكله، وليها وش تاني. بس طبعا الوش التاني بتاعها ملوش بقى خدادية ولا ملاية ولا مخدة ولا اي حاجة، يعني هو وش بطقم كامل. والوش التاني ممكن تنسقيه على اي ملاية بقى عندك. فانا حبيت افرشها كده على الوش ده عشان يبقى الطقم كده كامل. هوريكم كمان كده الوش التاني بتاعها، بصوا مختلف تماما عن الوش الاولاني، بس بصراحة حلو جدا جدا. عندي كده ملاية لونها برضو ابيض، في اللون اللي هو يعني بينك كده او فوشيا شوية، بصراحة بتبقى تحفة عليها. بحاول انسقها كده مع بعض بتبقى حلوة قوي. وتحسوا ان هي كوفرتة تانية خالص، يعني بصوا تحس الوان بعيدة. فبصراحة حلوة قوي، يعني اي عروسة بتجهز لازم تجيب برضو من الكوفرتات اللي هي بتبقى على الوشين دي، او اللحافات اللي على الوشين، اي حاجة على الوشين بتدي شكل تاني خالص، وتحسوا ان انتوا جايبين طقمين في طقم واحد. ده غير كمان الحاجة اصلا بتبقى اسعارها مولعة نار. فاي حاجة العرايس اللي بتجهز تلاقي ان هي ممكن تمشي على وشين، تجيبها على طول. لان الحاجة دلوقتي يعني غير زمان، دلوقتي الحاجة بتطقى 10. يعني الحاجة لو زمان كانت ب1000، دلوقتي تلاقيها ب10 آلاف. فيعني حاولوا كده ان انتوا تسهلوا الدنيا على نفسكم عشان ربنا يكرمكم كده، وتبقى الدنيا معاكم سهلة وبسيطة. هنا بقى كنت خلاص الأوضة اتهوت وكانت كله تمام، فرشت كده الدفايات. بصوا بقى انا هنا فرشت دفايات، لان بقول لكم ان التصوير ده كان تقريبا من اسبوع، فكان لسه برضو في لسعة كده ساقعة. بس خلاص كده شلتهم امبارح، لان من امبارح الجو حر جدا جدا جدا، كانت درجة الحرارة واصلة ل40. فشلتهم كده من امبارح، يعني السبت والحد زي ما قلت لكم الجو كان حر قوي، فشلت الدفايات. ممكن ناس تستغرب اللي هي في محافظات تانية غير اسكندرية، يستغربوا ان لسه في دفايات لحد من يومين. والله العظيم بجد، يعني هو مش مبالغة ومش هزار. لا هو فعلا الجو في اسكندرية غير باقي المحافظات، لان بجد انا لما بتابع يعني درجات الحرارة،
بشوف كده في محافظات تانية درجات الحرارة بتبقى مختلفة تماما عن اسكندرية، يعني تحسوا ان ده قارة ودي قارة تانية. حتى الدكتور كان منزل درجات الحرارة ولبس الأطفال وكده، كان مستثني، كان منزل نشرتين للدرجات، نشرة لكل محافظات مصر ونشرة لاسكندرية. حتى لسه شايفة بوست على الفيسبوك واحدة يعني في جروب المامز وكده منزلة بتقول ان هي في اسكندرية وملبسة خريفي. ده كده كويس ولا ايه؟ فالناس هجمتها قوي، اللي هو ازاي، حرام عليكي، ازاي ملبسة خريفي والجو حر وصيف وكده. فمش مقتنعين بجد ان اسكندرية جوها غير باقي المحافظات. المهم سيبنا بقى من الجو ده كله. بعد ما خلصت كده الفرش واتغدينا وكان كله تمام، كان عندي مشوار لازم انزله في كارفور سيتي سنتر، طبعا معروف جدا في اسكندرية. انتوا عارفين بقى ان انا بتلكك اصلا لاي مشوار انزله عشان اتمشى شويه. فما صدقت كده ان انا طلعت بره العجمي، ولاني طبعا كارفور سيتي سنتر بعيد جدا عن العجمي، فقلت ان انا بما اني رايحه مشوار وحاجات هعملها ضروري وكده، فقلت اتمشى شويه طبعا في كارفور سيتي سنتر. هو بصراحه ما شاء الله يعني صرح مهول. انتوا شايفين بقى، بصوا المسافه دي كلها واخدها من اولها لاخرها، بوابات كتيره جدا. عايزه اقول لكم ان انا شفت هناك ناس كتيره جدا من اليوتيوب وناس من على التيك توك وناس من على الانس، حتى قابلت منة وتركي، اكيد طبعا عارفينهم، مع اليوتيوب وعلى الانستجرام وكده. وانا اصلا كنت بصور جوله جوه، يعني جم قدامي كده بالصدفه. بصراحه اتبسطت جدا ان انا شفتهم. آه، هنزل لكم الفيديو الجاي ان شاء الله بقى جولة في المكان كله جوه. بصراحة هو تحفة جدا للناس اللي من بره اسكندرية بتحب ان انا اعمل جولات كده في اي اماكن في اسكندرية بتتبسط تستمتع بيها. فان شاء الله الفيديو الجاي هنزله لكم وهيكون بقى جولة جوه في كارفور سيتي سنتر، عشان تبقوا عايشين معايا الاجواء كلها. للناس محبين الجولات اللي في اسكندرية، لان بصراحة ليها جمهور خاص كده ان انا اعمل جولة في اي اماكن في اسكندرية، زي ما كنت عامله لكم جولة في قلعة قايتباي. وان شاء الله عايزه اقول لكم ان انا في دماغي جدا باذن الله، يعني هعمل لكم جولة في حديقة الحيوان، ان كذا حد طلبها مني. وفي جولات كتير انا مصوراها على قناة، في جولات في قرى سياحية في صدر، وفي كمان في السخنة في اسكندرية. بصراحة عامله لكم جولات كتيرة جدا لان ليها زي ما تقولوا كده جمهور خاص بيتابع الحاجات دي. عايزه اقول لكم بقى ان ده كده المكان اللي قدام كارفور سيتي سنتر، بجد حلو جدا. وعايزه اقول لكم ان هو في الشتاء بيكون تحفه. الحته اللي هناك دي جواها جميل قوي. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، يعني كميه عربيات مهوله، لان هو جوه كبير جدا. يعني انتوا لو دخلتوا من اي بوابه بتلاقوا الدنيا زحمه، ولو عايزين تلفوه من اوله لاخره صراحه مش هينفع تلفوه، لان هو يعني كبير قوي قوي، فهيبقى صعب ان حد يلفه من اوله لاخره. هو الواحد بيتمشى فيه على قد ما يحس ان هو خلاص كده تعب وخلاص كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده واستمتعتوا كده اتبسطتوا معايا. انا بحاول اعمل لكم اختصار للحياه اليوميه، او اهم الحاجات اللي انا انجزتها في يومي، بحيث ان لو حد عايز يتشجع عايز ياخد افكار، احنا كلنا بنتشجع مع بعض وناخد افكار من بعض. فانا بحاول كده اشجعكم وبرضه اتشجع بيكم. ولو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناه، واكتبوا لي اي حاجه عايزين تقولها لي، او اي حاجه عايزين اصورها، عايزين اي مكان اروح اصور لكم فيه جولة معينة، روتين معين، كل حاجة عايزينها اقولها لي انا هعملها لكم ان شاء الله. استنوني الفيديو الجاي. مع الف سلامة يا حبايب قلبي، في حفظ الله.